يا مساء الانوار، معاكم احمد السيد، والنهارده هنتكلم عن دالة اف، او زي ما الاكسل بيحب يسميها لو حصل كده فاعمل كده، ولو لا تصرف انت يا معلم. تعالى معايا. تعال. بص يا صاحبي، معانا جدول بسيط فيه مبيعات الفروع. دلوقتي احنا عايزين نعرف مين حقق التارجت ومين لا، بس مش عايزين نقعد نحسبها بالورقة والقلم. فالاكسل هنا بيقول لك سيبها عليا. فانا هنا جمعت اجمالي مبيعات الفروع بمعادله سم اف زي ما شفناها قبل كده. فنضيف هنا العمود بتاع تحقيق التارجت، المعادله مكتوبه تحت للتوضيح. تعالى بقى نكتب المعادله مع بعض. هقول له بيساوي اف، تطلع لي المعادله، هتك عليها مرتين. المعادله ببساطه انا عايز الشرط بتاعك اللي انا هبدا اشتغل عليه، وبعد كده ارجع لك بايه لو القيمه دي اتحققت، او لو ما اتحققتش ارجع لك بايه. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ فتعالى نقول له اللوجيكال تيست بتاعي او الشرط بتاعي ان الخليه بتاعت المبيعات دي تبقى اكبر من ال 500,000 مثلا. فهو هيبص لو الخليه اكبر من 500,000 يرجع لي بايه او يقول لي ايه. فهنا افتح له علامتين تنصيص واقول له انه تم تحقيق التارجت. طب لو الشرط ما اتحققش اقول له قول لي انه لم يتم تحقيق التارجت. فكده المعادله ببساطه انا بقول له انا عندي شرط ان الخليه بتاعت اجمالي المبيعات تبقى اكبر من 500,000. لو الشرط اتحقق قول لي ان التارجت اتحقق، لو الشرط ده ما اتحققش قول لي ان التارجت ما اتحققش، وادوس له انتر. هلاقيه طلع لي النواتج بتاعتي بالطريقه دي. ودي زي ما قلنا فايده من فوائد الجدول، ان هو بيكرر المعادله دايركت. يا جدع والله منزل، وانا اقول يا رب ده انجليزي ليه يا مرسي؟ طيب زي ما اتعودنا، لو انا مش حابب اكتب المعادله على طريقه السطر، انا ممكن اقدر اكتبها عن طريق ان انا اقف على الخليه اللي انا هكتب فيها المعادله واكتب المعادله بتاعتي واتك على علامه الاف اكس اللي هنا، بحيث ان هو يفتح لي الصندوق الحواري دوت بتاع المعادله. ابتدي ان انا املى البيانات اللي هو طالبها مني، وبعد كده هو يديني نتيجه المعادله براحته. فهنا اللوجيكال تيست زي ما شفنا ان المبيعات تبقى اكبر من 500,000. لو الشرط اتحقق قول لي ان تم تحقيق التارجت، لو الشرط ما اتحققش قول لي انه لم يتم تحقيق التارجت. ونخلي بالنا ان هنا انا مش محتاج اكتب علامات التنصيص، هو هيكتبها لوحده. مسافه ما اقول له اوكي هلاقي ان المعادله اتطبقت عندي في الجدول كله. بس كده. فالاكسل بياخد القرار اسرع من المدير ذات نفسه. يعني انا عايز الكلام الماسخ اللي بتقوله ده. فالاكسل ببساطه مش بس بيحاسب، ده كمان بيوجع القلب على التارجت اللي ما اتحققش. ودي كانت داله اف ببساطه. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واعمل سبسكرايب، وما تنساش تفعل الجرس، واكتب لمديرك في التعليقات لقيت اللي بياخد القرار اسرع منك. سلام.